تجيب مين من الباكج المجاني ده؟ يلا النبي اعمل لايك وفولو ويلا بينا على الفيديو. الاختيار ده بيكون بناء عليك انت مش عليا انا هقول لك الخلاصه بتاعت الباكج ده كله وانت بقى تختار حسب تشكيلتك، او ممكن مثلا بتحب لاعب وعايز تجيبه. المعلم نيمار جونيور زي ما انتم شايفين طاقته اهو، دريبل عالي والباصات برده عاليه ولكن السرعه متوسطه وعندك البالانس عالي. نيمار يا جماعه طبعا هيتعب بالسرعه لانه 33 سنه و83 سنه، فده مثلا اخره الدقيقه 70. مشكله نيمار الازليه هو الفيزيك، يعني مهما هتعمل فيه هيفضل الفيزيك تعبان زي ما هو. من وجهه نظري نيمار وهو كبير ده اخره يلعب لك مثلا اخر 10 دقايق او 20 دقيقه كده، ايه يمرقص لك باللعيبه ويضيع هو الفيزيك تعبان فشخ. السرعه متوسطه مش احسن حاجه، ما بتقوليش ان السرعه حلوه، لما كان نيمار كان بينزل 71 سرعه و70 سرعه، ولكن السرعه دي في اللعبه في الجيم بلاي الحالي ده مش هينفع، وكمان بسبب الفورم بتاعته مش هيبقى جاهز في معظم الماتشات. ليه كان جاي ان اللاعب اللي انا حاطط عيني عليه الصراحه اللاعب ده يعني وعي هجوم اعلى من نيمار. الفيزيك بتاعه سيء ولكن مش سيء زي نيمار، ممكن يوصل ل 70. طاقته متقاربه لنيمار شويه ولكن هو نيمار احسن منه في الباصات والواد ده احسن منه في الوعي الهجومي. الصراحه الواد ده كان معاه منه نسخه هايلايت الصراحه كانت جامده وكانت بتأدي اداء جامد، فما بالك بقى بالنسخه الشوتايم ده لو كان نازل بنسخه البريدز كنتش هفكر في نيمار خالص. اخر لاعب معانا هو المعلم سميح، مهاجم كويس الصراحه، ولكن يعني انت معاك حاج ضيوف وباتستوتا، يعني مش هتفكر في مهاجم تاني. يعني هو كويس لو انت ما عندكش مهاجم، ولكن انت عندك ناس تانية احسن منه، ولكن هو مش وحش اطلاقا يا جدعان. طاقاته يعني بيعرف يدربل ووعي هجومه كويس وعنده سرعه كويسه وعنده بالانس حلو وعنده فيزيك نوعا ما كويس وعنده جامبنج. لو كان ما فيش غيره في الباكج كنت اقول لك اختاره، ولكن في نيمار وفي كان احسن منه وما تضيعش العقد عليه احسن لك. ممكن الباب البيزك يلعب عادي، الباب المجاني يلعب عليه عادي. في عيب كده في النسخه بتاعت نيمار والنسخه بتاعت ليكان جين ان الاثنين ما عندهمش سبيشال دبل تاتش، ولكن نيمار يقدر يعملها عادي، ولكن ليكان جين اظن انه مش هيعملها غير باللي تضيف له المهاره الناقصه بتاعت السبيشال. غالبا نيمار هيعملها مره سبيشال وهيعملها مره عاديه عشان ما عندوش السبيشال كامل. انا بفكر الصراحه اجيب المعلم ليه كانج ان. قولوا لي انتوا في الكومنتات هتختاروا مين ومين احسن واحد بالنسبه لكم بالنسبه للناس اللي جربت الاثنين، لكن بفكر بالمعلم نيمار لانه عنده بليدز كيلر. فمش عارف قدامكم تطويلة اللعيبه الاعلى ريت، يعني اعلى واحد فيهم هو اللي كان بس مش مع مدربين بوستر، فالاختيار ليكم انتوا اللي في الكومنتات هتختاروا مين. وصلنا لنهايه الفيديو، مش تعملوا كله صلاه على النبي كلها واشوفكم الفيديو الجاي.